بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. لم يقل وخلقنا من الماء كل شيء حي، لأن كلمة جعل فيها الخلق وفيها الإبداع وفيها التسوية وفيها شمولية الخلق وكمال الخلق. ثم قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء مباركا. كلمة المبارك أي فيه طاقة إضافية وطاقة سامية من أجل إعطاء هذه الحياة. نلاحظ الآية الكريمة: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فلماذا ماء المطر هو ماء مبارك؟ السبب أن الغيوم تكون مشحونة بالشحنات الكهربائية، والكهرباء فورا تعطي المغناطيس، أي أن ماء المطر مبارك وفيه طاقة لأنه ماء ممغنط. إذا نزل على التربة اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. نعود إلى الإنسان. الإنسان مثلا أكثر من 70% من وزنه ماء، والماء إذا كان مباركا وفيه طاقة حيوية وتناوله الإنسان، معنى ذلك أنه قد حل 70% من مشاكل جسمه: ضغط الدم، أمراض القلب، أمراض المفاصل، وكل الأمراض التي تكون موزعة داخل الجسم. الدليل على ذلك أيوب عليه السلام: أني مسني الشيطان، كطاقة شريرة، أني مسني الشيطان بنصب وعذاب في كل جسمه، كل أنواع الأمراض. ماذا كان الحل؟ الحل عن طريق الماء. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. إذن بالماء يمكن أن نعطي كل العلاجات الطبيعية غير العلاجات الكيميائية التي فيها أصلا تخرب بعض من طرف وتعطي الشفاء إلى طرف آخر. الماء المبارك هو ماء المطر. قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء مباركا. لكن لماذا ماء مبارك؟ السبب لأنه ماء ممغنط. من أين جاءت المغناطيسية؟ من مصدرين: من المغناطيسية الأرضية، فالأرض كلها تعمل كمغناطيس عملاق، والإبر المغناطيسية تتحرك حسب القطب الشمالي والقطب الجنوبي. المصدر الآخر للمغناطيسية لماء المطر هو من الغيوم، لأن أي كهرباء لها علاقة مع المغناطيس، وهنالك عندنا بالفيزياء التمغنط بالكهرباء. فطالما أن الغيوم فيها كهرباء وشحنات، فماء المطر هو ماء ممغنط، ففيه كل هذه البركة. أين هذه البركة؟ قال تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. نلاحظ دبت الحياة في الأرض وأعطت من كل أنواع الحياة النباتية. المثال الآخر على الماء الذي فيه مغناطيس هو ماء زمزم. ماء زمزم يصلح لكل سكان الكرة الأرضية بكل أجناسهم. لماذا؟ الله يقول إلى إبراهيم: وأذن في الناس بالحج. لم يقل أذن بالمؤمنين، أذن في الناس بالحج. يأتوك من كل فج عميق، على كل ضامر يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. ما هو السبب؟ ليشهدوا منافع لهم. من بين هذه المنافع وأهمها هو ماء زمزم الذي فيه المغناطيس، الذي من أهم أسبابه أنه في مكة فقط من بين كل بقاع الأرض ينطبق خط الزوال المغناطيسي مع خط الطول الجغرافي، في مكة فقط وفي الكعبة حصرا، ومن بينها ماء زمزم. ما نريد قوله أن الماء إذا كان ماء ممغنطا ولو بطريقة صناعية، ماء المطر ممغنط بطريقة طبيعية، ماء زمزم ممغنط بطريقة طبيعية، لكن يمكننا حتى عن طريق الأجهزة المغناطيسية أن نوضع المغنطة داخل الماء،
فالماء إذا كان فيه المغناطيسية يعمل بشكل منسجم مع كل أعضاء الجسم. لماذا؟ لأن الإنسان هو جهاز كهربائي. الأعصاب هي بكل معنى الكلمة التمديدات الكهربائية في الإنسان، وطالما هنالك كهرباء في الإنسان إذن هنالك مجال مغناطيسي داخل كل عضلة وداخل كل خلية في الإنسان. وقلنا أن الإنسان فيه 70% ماء. إذا كان الماء يحتوي هذه الطاقة المغناطيسية فيكون منسجما مع الطاقة الكهربائية التي تسري عن طريق الأعصاب. لذلك العلاج الأفضل والأنسب هو بتناول الماء الممغنط، لأن ماء المطر أصبح مباركا بفضل المغناطيسية، ماء زمزم ماء مبارك بفضل المغناطيسية. فالماء إذا كان ممغنطا يكون أقرب ما يكون إلى ماء السماء المبارك وإلى ماء زمزم المبارك. هذا ما أردنا أن نقوله، أن الإنسان الخلاصة جهاز كهربائي، الكهرباء فيها مجال مغناطيسي، والإنسان 70% من وزنه ماء، والماء إذا كان يحمل الطاقة المغناطيسية سيتوافق مع الطاقة المغناطيسية التي تأتي عن طريق الأعصاب التي هي التمديدات الكهربائية.